الحاجة أم الاختراع. على مر العصور والسنين والبشرية بتسعى دايما لابتكار وسائل واختراعات بنستخدمها في حياتنا تساعدنا في أعمالنا اليومية. من أبسط حاجة ممكن نحتاجها لاختراعات كانت كبيرة بحجم استخداماتها وحجم النتائج اللي طلعت منها. من أبسط الاختراعات وأهمها كانت العجلة، واللي تاريخها يرجع لآلاف السنين وحضارات ما قبل الميلاد، واللي كانت عامل أساسي في اختراعات أدوات كتير. سنة 1876 كانت أول تجربة لاختراع التليفون، لما جراهام بيل مخترع التليفون عمل أول مكالمة محدودة المسافة وبجملة واحدة، كانت بداية الانطلاق لربط العالم ببعضه. ابتكار الفكرة وتطويرها بتظل مستمرة باستمرارية البشرية والحياة. رسالة التلغراف اللي كانت محدودة بعدد كلمات، واللي كان الشخص بيدفع حق الخدمة مقابل عدد الحروف اللي بتحتويها الرسالة. النهاردة اتطورت الفكرة وأصبح سهل جدا تبعت رسائل لحظية لأي مكان في العالم من خلال الموبايل اللي من 150 سنة بس كانت بدايته باختراع التليفون. الأدوات والاختراعات وفرت علينا الوقت والمجهود وسهلت التواصل وسرعة حل المشاكل. وبالرغم من وعينا وفهمنا لأهمية ودور الاختراعات وتطورها في حياتنا، إلا إننا كتير بنستخدمها في إهدار وتضييع وقتنا. وللمفارقة جراهام بيل مخترع التليفون نفسه رفض وجود تليفون في مكتبه علشان كان شايف إنه هيشغله ويضيع من وقته اللي محتاجه في عمله العلمي وتكملة أبحاثه. في تصور خيالي بحت، عروسة النيل ظهرت في عصرنا الحديث وقعدت تتفرج على التلفزيون بنفس حالنا دلوقتي اللي بننسى فيه نفسنا ونضيع بيه وقتنا. عروسة النيل نسيت دورها الأسطوري في حماية النيل لولا نداء وصل لها بين عودي يا هاميس.